كم نعرفوا الانترنت ونقدروا نكسديو لها بالتليفون، البيسي ولا الطابلت. نستخدموا فيها مواقع التواصل الاجتماعي، يوتيوب، تيك توك الى اخره، او محركات البحث مثل جوجل ولا بينج ولا ياهو، واشياء اخرى كويكيبيديا مثلا. لكن مش ما نبالكش انه هذا مجرد قمة الجبل الجليدي اللي سميوها سيرفس انترنت. بعد نهضروا على السيرفس انترنت لازم نهضروا على شخص اسمه تيم بيرنرز-لي، الأب الروحي للإنترنت أو الورلد وايد ويب اللي أصبح يرمز له www قبل معظم المواقع. تيم بيرنرز-لي هذا بين فترة 1989 حتى 1991 في سويسرا طور هايبر تكست ترانسفير بروتوكول أو بما يسمى ال HTTP، وصنع أول لغة برمجة ويب اللي هي ال HTML اللي طورت وأضافوا ليها تكنولوجيا أخرى اللي تعطينا المواقع اللي رانا نشوفها اليوم هذا. صح، السؤال وش كاين تحت قمة الجبل الجليدي، وعلاه بزاف ناس محبوناش نفهموا التركيبة هذا. تحت السيرفس انترنت كاين مصطلح يسمى بالديب ويب، واللي هو ما يخوفش كما رانا نتخيله. فهو عبارة عن طرف مخفي من الانترنت ما يقدرش محرك البحث يديك ليه، اللي هو ما الأشياء المحمية بكلمة سر أو طريقة حماية أخرى كالبريد الوارد، الحسابات البنكية، قواعد البيانات العلمية إلى آخره. أما ما يقبع تحت ديب ويب هو الدارك ويب، واللي ما تقدرش تدخل له بالمتصفح العادي لأنه يستخدم اسم دومين .onion اللي يخضع لتشفير بيانات في طبقات متعددة، ولازم لك متصفح خاص اسمه تور باش تقدر تفتح هذا المواقع. وشي هو الدارك ويب؟ هو مكان سري يستخدم عادة لنقل معلومات بدون رقابة، يستخدم عادة للخدمات المشبوهة أو الغير قانونية، خدمات القرصنة أو السوق السوداء، أسلحة، مخدرات، أعضاء بشرية والكثير من الأشياء. يعني كملخص، السيرفس ويب للناس كامل عموميا. الديب ويب تحتاج بيانات اعتماد مثل اللوجين. الدارك ويب للخارجين عن القانون. في النهاية نحب نحذركم أن دخول الدارك ويب غير قانوني ويعاقب عليه القانون، كما أنك تضع كل بياناتك في خطر لأن نسبة القرصنة فيه عالية جدا.